يا طنط. امم سهام. يا خبر، معقولة؟ امم عارفة يا طنط، عارفة. انا قلت لها من بدري وحذرتها. قلت لها من بدري لازم تحط حدود وما ينفعش اللي بيحصل ده. اهي بعد 12 سنة انا عارفة. بعد 12 سنة جاية تتكلم. ماشي يا طنط، حاضر حاضر، لا انا هكلمها، حاضر. ماشي حبيبتي، ماشي، معلش مش عارفة اطول معاكي بس عشان بصور بس. اه اه لا 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 لا، ما تقلقيش، مش هقول لها طبعا ان انت كلمتيني. حاضر حاضر. بصور. لا 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 طبعا، الكلام كله هيتشال من المونتاج، المكالمة كلها هتتشال طبعا طبعا. طبعا طبعا، حاضر حاضر. ماشي يا طنط، ماشي. حاضر يا طنط، حاضر حاضر يا طنط، حاضر. طب بصور. ماشي يا طنط، ماشي، سلام. بصراحة بقى انا حابة اشكر طنط مامة سهام لان هي ساعدتني كتير جدا في الفيديو ده، لان انا من غيرها ما كنتش عارفة هبدأ الفيديو ازاي، ولا هفتحكم في الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة ازاي. فيلا بينا بقى ندخل في الموضوع على طول ونشوف ايه حكاية سهام دي. ولو انت اول مرة تشوفني، انا ميرنا انور، وانت هنا في برنامج راديو لشرح وتلخيص الكتب. الفيديو بتاع النهاردة مبني على كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة لجون جراي. النهاردة بقى الحلقة مختلفة شوية عن المرتين اللي فاتوا. النهارده جايه اقول لكم على سر خبيته عليكم المرتين اللي فاتوا، بس ما كانش ينفع اقوله لكم غير النهارده. ايه السر ده بقى؟ كنت قلت لكم ان الستات والرجاله قبل ما يتقابلوا وقبل ما يجوا الارض اصلا كانوا مبسوطين جدا، والمشاكل ما ابتدتش غير على الارض. بس اللي ما تعرفوهوش واللي ما قلتلكمش عليه ان السعاده دي ما دامتش برضو، وفي يوم اتغير كل حاجه. واهل المريخ واهل الزهره اللي هم الرجاله والستات صحيوا في يوم وكانوا مكتئبين جدا. وزي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت ان الرجال على كوكب المريخ لما كانوا بيكتئبوا كانوا بيعملوا ايه؟ صح، برافو، بيدخلوا الكهف بتاعهم. احب انا الناس اللي شافت الحلقة كده. فبعد بقى طبعا لما دخلوا كهوفهم كلهم عشان حالة الاكتئاب اللي سيطرت عليهم، قعدوا جوه في الكهف وقت طويل، لغاية لما واحد منهم وفي محاولة منه ان هو يتخلص من اكتئابه عمل ايه؟ كان بيبص بمنظاره المكبر لحد ما شاف الزهريات، وبسرعة ما كدبش خبر، نادى كل الرجاله المريخيين التانيين وقال لهم تعالوا بصوا انا لقيت ايه. والمنظار فضل يتنقل من واحد للتاني من واحد للتاني لحد ما كل الرجاله شافوا الزهريات. ده انتوا عليكم شويه حاجات. ومنظر الستات الزهريات الجميل شال الاكتئاب بطريقه معجزه. تفتكروا ليه؟ هي مش فكره جمال الشكل خالص، هو طبعا مما لا شك فيه ان احنا قمر، بس مش دي الفكره. الفكره اعمق من كده. الفكرة ان الرجالة في الوقت ده حسوا ان هم مرغوبين وفي حد محتاجهم، فبسرعة خرجوا من الكهف بتاعهم وبدأوا يعملوا سفن فضائية وبدأوا يبذلوا مجهود رهيب لمجرد بس ان هم يروحوا لكوكب الزهرة. وده وبلغتنا دلوقتي على كوكب الارض هو الراجل قبل الجواز. طيب دول الرجالة لما كانوا مكتئبين، الستات برضو كانوا مكتئبين او مكتئبات، ايا كان احنا بنتكلم بالعامية. زي ما عرفنا في الحلقة الأولى إن هم قعدوا يحكوا ويتكلموا عن مشاعرهم علشان يرتاحوا، بس اللي ما قلتلكمش عليه إن ده برضو مشالش الاكتئاب. لغاية بقى إيه؟ لما واحدة منهم شافت حلم، شافت قال إيه خير اللهم اجعله خير، إن في كائنات قوية جاية لكوكب الزهرة من خلال الكون، وهتحبهم وتساندهم وتدلعهم وتهتم بيهم. وبسرعة جريت على باقي الزهريات وحكت لهم الحلم، ويوم ورا التاني ابتدت الزهريات التانيين يشوفوا نفس الحلم، وفجأة راح الاكتئاب وبدأوا يستعدوا لوصول أهل المريخ. طبعا أنا عارفة إن انتوا دلوقتي بتسألوا نفسكم طيب ده كان بقى على كوكب الزهرة ولا كوكب المريخ ولا في حكايات ولا في أساطير، معناه إيه ده دلوقتي على كوكب الأرض؟ الست كانت وما زالت بتحس بالقوة والسعادة طول ما هي معززة مكرمة في إطار العلاقة مع الراجل، وتحس ان هي بتلاقي الرعاية والاهتمام. في الحالة دي هتبذل مجهود اكبر ويكون عندها عطاء اكتر. اما بقى لو ما حسيتش بكده هتكون بالتدريج مسؤولة بطريقة قهرية ومتعبة، طريقة عكس فطرتها وطبيعتها. ومهما حاولت الست تخفي ده ورا قناع الاسترونج بقى والكلام ده مش هتقدر، وهيجيلها وقت وتتعب، لان دي الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها، وطول عمرنا هنحتاج الدعم والمساندة من الراجل مهما قلنا عكس كده. فاكرين بقى الرجاله لما اول مره شافوا الزهريات والاكتئاب راح لان هم حسوا ان في حد محتاجهم؟ ده بالظبط اللي بيحصل في وقتنا دلوقتي. ازاي؟ بصي بقى يا ستي وركزي معايا قوي في النقطه دي. خليني اقولك ان احنا كستات بنعرف غريزيا، يعني بطريقه تلقائيه كده،
نوصل للراجل الرسالة دي من غير ما ننطق ولا كلمة. ففي بداية أي علاقة عين الست بتقولها بنظرة كده، بتوصل للراجل انت الراجل اللي بدور عليه، انت الراجل اللي بحلم بيه، وانت اللي هتقدر تعيشني مبسوطة وسعيدة. وهما بسم الله ما شاء الله عليهم عندهم فراسة في قراية العيون. عينيكي فيها حزن. هنا بقى الراجل بيبقى عنده استعداد يعمل اي حاجة عشان يوصل لها. بس للأسف بعد الارتباط والجواز ومشاكل الحياة عموما، الست بتنسى أهمية الرسالة دي بالنسبة للراجل. وطبعا زي ما الست بتحس بالقوة والسعادة لما تحس ان هي معززة مكرمة مع الراجل اللي هي مرتبطة بيه، هو كمان بيحس بالقوة لما يحس ان اللي معاه محتاجاله. فمع إهمال الرسالة دي بيحس ان هو مش كافي بالنسبة لها وان هو مش قوي. الزهراء بقى بما انهم دايما شايلين مسؤولية بعض ومسؤولية اي واحدة متضايقة منهم، اكتشفوا ان ده كان سبب اكتئابهم. عاوزين يرتاحوا بقى ويرموا حمولهم على حد، ولقوا ده في الرجالة. ونفس الشيء النهاردة في اي علاقة هنشوفها الست فيها بتدي من غير حدود، وفجأة تدرك ده وان هي بتضحي عشان شريك حياتها ونسيت نفسها. هنا بتبدأ تتعلم اساليب جديدة في العطاء، بس تغييرها الرئيسي بيكون ان هي بتتعلم ازاي تحط حدود وازاي تقدر تطلب اللي هي محتاجاه. جينا بقى لأهم جزء في حلقة النهاردة، وهي ليه الستات اصلا ما بتحطش حدود وبعد كده بترجع تندم، وليه اصلا بتخاف تطلب حاجة من شريك حياتها. ايه السبب في كده؟ خلينا بس في البداية متفقين ان الحدود ليها معاني كتير بتختلف من حد لحد. فعلى سبيل المثال مش الحصر، حدود طبعا عند الصوت العالي والزعيق، حدود عند الإهانة من أي نوع سواء إهانة لفظية أو إهانة جسدية، حدود في حتة بخل المشاعر أو بخل الفلوس، حدود في التحكم الزيادة أو السيطرة من غير وجه حق. أمثلة كتير وكلنا أكيد عارفينها. فأول حاجة بتخلي الست للأسف ما تحطش حدود إن معظم الستات في مجتمعنا عندهم اعتقاد سلبي خاطئ بعدم الاستحقاق. يعني إيه؟ إنها ما تستحقش الحب والاهتمام، وده للأسف بيزيد في حالات كتير جدا. زي مثلا إن من وهي صغيرة تكون شافت سوء معاملة من باباها لمامتها، أو هي نفسها تعرضت لسوء معاملة سواء من باباها أو مامتها أو اخواتها، أو كانت في علاقة مؤذية ومش قادرة تخرج من الماضي. فدايما شعور عدم الاستحقاق ده عندها في اللاواعي، خلاص هو اترسخ وثبت في اللاواعي، فهيكون صعب عليها جدا ان هي تعرف قيمتها. والشعور ده هياخدنا للنقطة التانية أو للسبب التاني، إن شعور عدم الاستحقاق ده هيولد عندها دايما خوف من احتياج أي حد، والخوف من الرفض لأن هي شايفة إن هي أصلا ما تستحقش الدعم. والستات أصلا عادة بيخافوا من الرفض، وأصعب حاجة في حياة أي ست إن هي تطلب حاجة من أبوها أو أخوها أو جوزها ويتقال لها لأ، فبتخاف أصلا تطلب علشان ما تواجهش الرفض أو اللي قدامها يوصفها بوصف سلبي أيا كان بقى. طماعة، طلباتها كتير، وطبعا هي دايرة مقفولة لأن الرفض ده بيوصل لها اعتقاد خاطئ في اللاواعي إن هي ما تستحقش. والأخطر بقى والكارثة إن الاعتقاد ده بس مش يتشكل لما الست طلبت حاجة واترفضت، لأ ده كمان يتشكل لما كتمت احتياجها، سواء احتياج عاطفي أو احتياج مادي أو أيا كان نوع الاحتياج. علشان كده لازم تتكلمي، وطبعا كنتيجة طبيعية لكل المشاعر الغلط دي وكل الدايرة المقفولة اللي الست حاطة نفسها فيها دي بتحصل الكارثة. أصل ست حست إن هي ما تستحقش الحب والاهتمام، وأقل من إن هي تطلب دعم من حد حتى لو احتاجته، هيكون النتيجة إيه؟ هتعوض خوفها بحاجة في منتهى الخطورة. هتبدأ تدي أكتر في أي علاقة، هتحب أكتر وهتهتم أكتر وهتجيب هدايا أكتر، تدي كتير كتير قوي من غير حدود. ومن جواها بتكون فاكرة ان هي كل ما بتدي اكتر كل ما بتكون مستحقة ان هي تاخد اكتر، لكن ده مش بيحصل. ولما بتنضج وبتفوق وتلاقي ان هي تستحق اكتر، ايه ده؟ ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ فستات كتير بقى هنا تبدأ تلوم شريك حياتها وتوجه له اللوم والمسؤولية الكاملة عن ان هي محطتش حدود من الاول. وممكن في منهم ينسحب فجأة زي سهام اللي كنا بنتكلم عنها في اول الحلقة، بعد 12 سنة جواز تطلب الطلاق، ولما تيجي تسألها ليه تقولك أنا بدي أكتر، ده بيزعق، ده بيعمل بيهني، ده مش عارف بيقول إيه، ده بخيل، ده. طب والحدود ما تحطتش ليه من الأول؟ وعلى الرغم إن ده صح وإن هي فعلا مش بتاخد اللي تستحقه، بس لازم أي ست في الموقف ده تدرك إن هي كان ليها الدور الأساسي في المشكلة وما تلومش الراجل على كل حاجة. فمهم جدا في بداية أي علاقة تكون عارفة حدود اللي تقدر تقدمه وتقدر تستحمله من شريك حياتها.
من غير ما يجي اليوم اللي تحس فيه ان هي ادت اكتر او استحملت كتير قوي فوق طاقتها. وبدل ما تتوقعي من شريك حياتك ان هو اللي يحقق التعادل بينكم، كل اللي انت محتاجاه ان انت اللي تحافظي على التعادل ده وتدي زي ما بتاخدي، لان ما فيش ست ادت اكتر وطلعت كسبانه. هي كفة ميزان في اي علاقه لازم تبقى كده، كده او كده في طرف هيتعب قوي. لو انت فعلا مع راجل بيحبك هيكون سهل قوي تحققي التوازن ده من غير ما تكوني قلقانه ولا تعملي حساب ولا تفكري كتير. كل اللي مطلوب منك بس تحطي حدود. بتهيألي يا جماعه موضوع الحدود دي كانت احسن حته في الكتاب فعلا، وبرغم ان جون جراي الكاتب بتاع الكتاب خلى تركيزه اكتر على الستات في الحته دي، بس انا شايفه انه لو الرجاله والستات كلنا من البدايه حطينا حدود في علاقتنا وقبلناها، نسبه 50% من المشاكل اللي بنسمع عنها ممكن تختفي. لان معظمها لو رجعنا للبدايات خالص هنلاقيها ان هي في طرف محطش حدود. طيب ليه ما فيش ست ادت اكتر ما بتاخد وطلعت كسبانه؟ او ليه ما فيش ست ادت كتير وطلعت كسبانه؟ هي الستات دايما كده ما بيكسبوش؟ هو انا اكيد مش عاوزه احبطكم، بس هي دي الحقيقه. تعالوا اقول لكم الست اللي بتدي اكتر ما بتاخد بتعمل ايه في الراجل اللي معاها. تخيلي ان انت برضو اللي بتعملي. ولو فعلا لاحظتي اللي بقوله ده في اي علاقه كنت فيها هستناكي تقولي لي في الكومنتات. الراجل اللي قلنا 100 مره ان هو بيحس بقوته لما يحس ان اللي معاه محتاجاله، فهي وبسبب خوفها من الرفض وشعورها بعدم الاستحقاق اصلا توصل له رساله بصوره لا واعيه ان هي مش محتاجاه، او ان هي مش واثقه فيه، وان هي تقدر تعتمد كليا على نفسها ومش محتاجه له في حاجه، وان هو ملوش اي دور في حياتها. وللاسف ياما شفنا بيوت فيها ستات مسترجله واخده دور الراجل، فبيبدأ يكون سلبي وبالتدريج بيبقى عنده القليل اللي يقدر يقدمه لشريكة حياته أصلا. وقيسي على ده بقى مشاعر، دعم، اهتمام، دلع، هدايا. وطبعا الفكرة مش فكرة فلوس بس. الرجالة على كوكب المريخ وزي ما قلنا في بداية الحلقة ان هم عاشوا حياتهم كلها يهتموا بنفسهم ومش مهم اي حد تاني، واللي يزعل يقفل على نفسه في الكهف بتاعه وملوش دعوة بحد. لكن كل ده اتغير لما جه الأرض ولما حب واحدة فعلا وارتبط بيها، فبقى عاوز يعمل أي حاجة للي بيحبها. ولما بتديله الفرصة فعلا وتحسسه ان هو قادر فعلا ان هو يسعدها بيعمل المستحيل علشانها. اما بقى لو حسستيه ان هو مش كفاية او ان انت مش بيرضيكي حاجة او ان انت سترونج وجامدة جدا ومش محتاجاه، ده بيرجعه لاسلوبه القديم. وعلى الرغم ان فكرة ان انت مش بيرضيكي حاجة عكس تماما فكرة ان انت سترونج ومش عاوزة منه حاجة، بس الاتنين ليهم نفس التأثير السلبي على الراجل. بعد ما قريت الحته دي في الكتاب ما بقتش فعلا استغرب الرجاله لما بيزعلوا من حته الاسترونج دي ويقعدوا يتريقوا علينا، طلع حقهم بصراحه. اصل تاني وتالت ورابع هاكد عليكي ان الراجل بيحس بقوته عن طريق ان هو يدي للي قدامه او اللي قدامه محتاج له. روحي انت بقى ايه، انت سترونج فتحسسيه ان انت مش محتاجاه اصلا وتوقفيه بقى، توقفيه عند الحته دي فما يحسش ان هو كفايه. وده يعتبر بالنسبه للراجل موت بطيء، فيبدا اهتمامه بيكي يقل. بس برضو الرجالة دلوقتي بعد ما عرفتوا قد ايه الخوف من الرفض شعور مؤلم جدا للست، وقد ايه اغلب الستات بتحس ان هي ما تستحقش الحب والاهتمام، لما الست اللي معاك بقى تحسسك ان هي سترونج بقى وكده، اهتم بيها ودلعها وحبها وحسسها قد ايه ان هي تستحق ده وهي هتتنازلك عن اللقب. ومهما كان حصل زمان ومهما كان شكل العلاقة اللي انت كنت فيها، فخليكي واثقة ان انت تستحقي الحب والاهتمام، وتعلمي تطلبي وما تخافيش من الرفض. والاهتمام طلع بيتطلب عادي يا جماعه، وبلاش بقى لو مهتم كنت عرفت لوحدك والحاجات دي، هيعرف ازاي بقولك من كوكب تاني. وانت طمنها وخليك واثق ومتاكد ان هي خايفه مش اكتر. وخليني اقولك على اخر سر في الحلقه النهارده، زي انت كست ما بتخافي تطلبي لا تلاقي رفض، هو كمان كراجل بيخاف يدي لا يلاقي رفض. ازاي ده؟ في رجاله على مستوى اللاواعي عندهم بيخاف يدي ويفشل، ودي اكتر حاجه مؤلمه بالنسبه ليه، وبيحس ان هو ملوش لازمة، وللأسف ده بيبقى سببه موجود من الطفولة وبيكبر معاهم. فكل مرة كانوا اللي حواليه بيتوقعوا منه ان أداؤه يبقى أفضل، أو لما كانت إنجازاته مش متشافة، فبدأ في أعماقه في اللاواعي يتشكل عنده اعتقاد غلط ان هو مش مفيد كفاية وملوش قيمة، وفي الغالب هو أصلا مش بيكون عارفها عن نفسه. فدور الست هنا حتى لو مش عارفة أبعاد النقطة دي عند الراجل، لازم دايما تحسسه ان هي محتاجة ليه، وتوصل له قد ايه سنده ومساعدته ليها، حتى لو في موقف بسيط فرق معاها كتير، حتى لو فتح لك برطمان الصلصه يا ستي. وهقولك تاني ما تخافيش، لان انت طول ما معاكي راجل وبيحبك فعلا دي هتبقى نقطه في صالحك مش ضدك. وفي النهايه خلينا اطمنكم واقول لكم ان واحده من الحاجات السحريه في الحب وفي الحياه ان لما حد من الطرفين بيعمل تغيرات ايجابيه فالطرف التاني هيتغير اكيد. لما السؤال بيتسأل بنسمع الاجابه،
ولما نحط حدود هنلاقي اللي محتاجينه، ولما نطلب هناخد، ولما ندي هنرتاح. وبناتكم ان هم فعلا يستحقوا الحب والدعم، وربوا ولادكم ان هم فعلا قادرين وان هم مصدر امان وثقة، لان طول ما هي عارفة قيمتها ده اللي هيخليها فعلا قادرة ان هي تخرج وتنهي اي علاقة سامة، وهو هيكون واثق من نفسه ومش اناني. البنت لما بتشوف امها بتاخد الحب من ابوها بتحس تلقائي ان هي جديرة وتستحق الحب، وتتغلب على اسلوب الزهريات التلقائي في العطاء الغير محدود، ومش هتخاف تطلب ومش هتخاف من الرفض، لان هي عارفة ان هي تستحق وعارفة قيمتها كويس. والولد لما بيشوف ابوه ان هو ناجح فعلا في ان هو يرضي امه هيكون واثق ان هو فعلا قادر على ان هو يرضي شريكة حياته، وحتى لو حد فيهم فشل فهو مش فاشل، وعمل اللي يقدر عليه، وجدير او جديرة بالحب، وهيفضلوا يحبوا نفسهم ويدوروا على شريك تاني مناسب، ومهما غلطوا هيحاولوا دايما يصلحوا غلطهم، لان الغلط وارد وهم بشر، من غير انسحاب مفاجئ، خصوصا بعد ما عرفنا ان الغلط غلط الطرفين، فدايما هنحاول تاني. وحلقتنا النهاردة خلصت، وبفكركم ان انتوا فعلا لو استفدتوا من الفيديو تدعموني وتعملوا شير للفيديو، لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجاية. وياريت فعلا تكتبولي في الكومنتات يعني ايه حدود في العلاقة بالنسبة لكم.